السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تغيير مسار. النهاردة هنحكي عن قصة جميلة، قصة أي حد بيحبها وبيتشوق ليها. في ليلة من ليالي مكة، ليلة عادية جدا في ظاهرها، لكن في السماء كان في شيء مختلف، كأن الكون كله مستني لحظة استثنائية. كان في سكون غريب والهواء هادي كأنه بيصغى. حتى النجوم كانت بتلمع بطريقة غير مألوفة، وكأنها بتعلن للعالم إن في حدث عظيم على وشك إنه يحصل. وفي بيت بسيط من بيوت مكة، ست اسمها أمنة بنت وهب كانت عايشة لحظة مش زي أي لحظة، لحظة هتغير مجرى التاريخ. أمنة كانت شايلة في بطنها سر، سر مش بس ليها ولا لعيلتها ولا لقريش، سر للبشرية كلها. في الليلة دي بالذات كانت آمنة على موعد مع ولادة طفل، لكن مش أي طفل، ده الطفل اللي هيكبر ويكون رسول الرحمة. الناس في مكة كانوا نايمين، كل واحد في بيته، لكن في القلوب في شعور غامض مش مفهوم. بعض الناس صحت من نومها فجأة من غير سبب، وبعضهم شافوا منامات غريبة. وفي بلاد بعيدة، في قصور ملوك فارس، نار المجوس اللي كانت متوقدة من 1000 سنة انطفت فجأة، وده كان بالنسبة ليهم صدمة كبيرة، لأن النار دي ما كانتش بتطفي أبدا. وفي نفس الوقت في بحيرة اسمها ساوة في بلاد الفرس، المية جفت فجأة. كتب المؤرخين وقالوا كان ده إيذانا إن عصر جديد بيبدأ. نرجع لمكة. أمنة بتحكي إنها في لحظة ولادتها شعرت إن نور عظيم خرج معاها، نور ملأ الدنيا حواليها، نور وصل لحد الشام. تخيل معايا إزاي الست دي اللي قاعدة في بيتها البسيط تحس إنها شايفة نور بيخترق الظلام ويملأ الدنيا كلها، كأن السماء بتقول الرحمة وصلت. وفي نفس اللحظة سمعوا صيحة طفل، صوت بكى، لكن بكاؤه ما كانش زي أي مولود، كان بكاء كأنه إعلان بداية عهد جديد. اتولد محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 ربيع الأول، اليوم اللي هيبقى بعد كده يوم مميز عند ملايين البشر. لكن المدهش مش بس ولادته، المدهش إن الأحداث حوالين الليلة دي كلها كانت بتقول للعالم استعدوا، التاريخ بيتغير. وفي قصر قصري ملك فارس اتصدع 14 شرفة من شرف القصر الكبير. تخيل قصر ضخم مبني على أعمدة قوية يتشقق فجأة، والملك نفسه اتخض وقال ايه اللي بيحصل؟ محدش عرف يجاوبه، غير انهم حسوا ان عصرهم بدأ ينهار. اما في الكعبة اكتر من 360 صنم واقفين، لكن في اللحظة دي ما بقوش يملكوا اي هيبة، كأن وجود الطفل ده معناه ان زمن الحق جاي يمسح الباطل. واما الام الطاهرة شافت في منامها قبل كده رؤية غريبة، حلمت ان في نور بيخرج منها وينير قصور الشام، وساعتها قالت لنفسها ايه معنى ده؟ النهارده فهمت، النهارده اتحقق الحلم. كبر الطفل شوية وكان كل اللي بيشوفه يحس بحاجة غريبة. بعض الناس كانوا بيقولوا وشه كان فيه نور مش عادي، وبعضهم كانوا بيلاحظوا علامات غريبة كأنها بتدل على إنه مش طفل عادي. وفي قبيلة بني سعد حيث عاش مع حليمة السعدية حصلت بركات عجيبة. الغنم اللي ما كانش بيطلع لبن بقى يضر حليب، والأرض اللي كانت ناشفة بدأت تخرج خضرة. حتى حليمة نفسها قالت من يوم ما جالي محمد صلى الله عليه وسلم البركة دخلت بيتي. لكن خليني أرجعك تاني للولادة، اللحظة اللي اتكتب عنها إنها مولد النور. إيه معنى النور هنا؟ مش بس إن أمه شافت النور يطلع، ده معناها إن ميلاده كان بداية نور يطرد الظلمة، ظلمة الجهل، ظلمة الكفر، وظلمة الظلم.
تخيل مجتمع كان مليان بالوأد للبنات، مليان بالظلم، مليان بالجهل، وفي اللحظة دي يتولد اللي هيغير ده كله. يتولد اللي هيقول لا تقتلوا بناتكم. يتولد اللي هيقول كلكم لآدم وآدم من تراب. ومن هنا تبتدي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية. طفل يتيم الأب لأن الوالد عبد الله مات قبل ما يتولد، وده كان ترتيب إلهي عجيب. ليه يتولد يتيم؟ عشان ما يبقاش حد ليه فضل عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. الليلة دي ممكن الناس تشوفها ليلة ولادة طفل عادية، كانت في الحقيقة إعلان إن عهد جديد بدأ، عهد هينقل البشرية من عبادة الأصنام لعبادة الله الواحد الأحد، عهد هيفتح قلوب الناس على الرحمة. وهنا يبدأ سؤال: إزاي مولد طفل واحد يقلب الدنيا كده؟ الجواب بسيط، لأن الطفل ده مش عادي، لأن ربنا اختاره من بين كل البشر عشان يكون رحمة للعالمين. بعد الليلة العجيبة اللي اتولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم واللي اتسمت مولد النور، بدأت قصة أعظم رحلة في التاريخ. طفل صغير لكن حوالينه أسرار ورعاية خاصة من رب العالمين. من أول يوم كان في ترتيب إلهي ظاهر. الطفل اتولد يتيم الأب، وده مش صدفة، لأن اللي هيقود البشرية بعد كده لازم يتربى وهو معتمد على ربنا وحده، مش متكل على سند بشر. أمنة أم الطاهرة أخدته في حضنها، لكن عمرها ما نسيت النور اللي شافته يوم ولادته. كانت حاسة إن الطفل ده مش زي أي طفل. بعد أيام قليلة من ولادته حصلت حاجة مش معتادة في مكة. عرف إن عادة قريش وقتها كانوا بيودوا أولادهم لمرضعات في البداية عشان يتعلموا الفصاحة ويكبروا في بيئة صحية. وهنا ظهرت حليمة السعدية، الست اللي حياتها كانت مليانة فقر وضيق. يوم ما دخلت مكة كان معاها حمار ضعيف وناقة هزيلة ما بتدرش لبن. هي نفسها بتحكي: ما كانش حد يرضى ياخد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم. كل المرضعات كانوا بيدوروا على أطفال أهلهم أغنياء عشان يستفيدوا طبعا، لكن في الآخر لما لقت نفسها راجعة من غير نصيب قالت أخده أنا وخلاص. ومن هنا بدأت البركة لحليمة. حليمة بتحكي: من يوم ما خدت محمد صلى الله عليه وسلم ناقتي اللي كانت ناشفة امتلأت لبن، وحماري اللي كان تعبان بقى أسرع من الدواب كلها، حتى زرعنا بدأ يطرح وغنمنا شبعت. كل الناس في البداية كانوا مستغربين إزاي الحال اتقلب فجأة، والسر كان في وجود طفل صغير اسمه محمد. محمد صلى الله عليه وسلم كبر في بيت حليمة، وكان طفل مميز جدا، حليم وهادي، ما بيعيطش زي باقي الأطفال، حتى لما بيلعب بوقار غريب. وحليمة وأهلها بقوا متعلقين بيه لدرجة إنهم كانوا عايزينه يفضل معهم أطول فترة ممكنة. لكن في مرة حصل موقف غريب جدا، حادثة شق الصدر. محمد صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع الأطفال، فجأة جاله اتنين من الملائكة شقوا صدره وطلعوا قلبه وغسلوه بماء زمزم وشالوا منه حظ الشيطان. الأطفال اتخضوا، جريوا وقالوا محمد اتقتل، محمد اتقتل. لكن لما رجعوه كان واقف مبتسم، عينيه فيها نور أعمق. ومن اليوم ده كان فيه علامة واضحة إن ربنا بيحفظه من كل شر. محمد رجع لأمه آمنة بعد فترة من عند حليمة، لكن قدر الله كان بيجهز له حاجة تانية. بعد سنتين بس أمه نفسها توفت وهو عمره 6 سنين. تخيل طفل صغير لا أب ولا أم. أي حد يشوف ده يحس إن حياته انتهت، لكن الحقيقة إن ربنا كان بيجهزه ليكون رحمة للعالمين. اتنقل يعيش مع جده عبد المطلب شيخ مكة، اللي كان بيحبه حب غير عادي. كان يخليه يقعد على فراشه جنب الكعبة
مع إن محدش من أولاده أو أحفاده كان بيقرب من الفراش ده. كانوا بيقولوا إزاي تسيبه يقعد مكانك، فيقول سيبوه، إن لابني هذا شأنا عظيما. وبعد وفاة جده راح لعمه أبو طالب اللي كفله ورباه وسط أولاده، ودي كانت بداية فصل جديد في حياته، حياة مليانة تعب وشغل بدري جدا. محمد وهو طفل ما كانش يعرف اللعب والكسل، بالعكس كان بيراعي الغنم عشان يساعد عمه، والغنم دي علمته الصبر وعلمته ازاي يقود القطيع اللي كان تمهيد طبيعي انه يقود امة كاملة بعد كده. كان بيقول فيما بعد: ما من نبي الا وراعي الغنم، وكأنها مدرسة للأنبياء. لكن العجيب إن كل اللي اتعاملوا معاه من صغره كانوا يلاحظوا فيه الصدق والأمانة. محدش في مكة قدر يعيب عليه أو يمسك عليه حاجة، كانوا بيسموه الصادق الأمين وهو لسه شاب صغير. والأعجب إن كل ده كان ترتيب رباني، طفل يتيم يعيش حياة بسيطة لكن يتعلم كل يوم معنى الصبر والتحمل. حياته كانت بتتبنى حجر فوق حجر لحد ما يجي الوقت اللي ينزل فيه الوحي ويبدأ الرسالة. وخليني أقول لك على حاجة قصصية مهمة. في ليلة من الليالي وهو غلام كان قاعد يبص للسماء، النجوم فوقه بتلمع وهو حاسس جواه بحاجة مش مفهومة، كأنه سامع نداء غريب. يمكن ما فهمش وقتها إن النداء ده هو القدر اللي بيناديه، لكن الليلة دي خلت قلبه يفضل مفتوح على السماء طول عمره. ومرة تانية وهو في طريقه للشام مع عمه أبو طالب في رحلة تجارية، حصلت واقعة غريبة. راهب اسمه بحيرة شاف محمد وهو طفل وبص في وشه وقال: الطفل ده هيبقى نبي آخر الزمان، وبدأ يحذر عمه إنه يحافظ عليه. المشهد ده فضل محفور في أذهان اللي حضروه. إذا من مولده لحد طفولته وشبابه كان فيه كل موقف علامة، إما بركة أو معجزة صغيرة أو شهادة من شخص غريب، كلها بتقول الولد ده مش عادي. القصة لسه ما كملتش ولسه في تفاصيل كتير عن شبابه، عن إزاي اشتغل في التجارة وإزاي الناس وثقوا فيه. لكن خليني أسيب ده للجزء اللي بعده عشان ما نفقدش عنصر التشويق. وفي الخاتمة أحب أقول لكم: مولد النور ما وقفش عند لحظة الولادة، ده استمر في الطفولة، في كل موقف، في كل لمحة من حياته. كل خطوة كانت بتقول: استعدوا التاريخ بيتغير. في الجزء اللي بعد كده ممكن نتكلم عن شبابه، عن أخلاقه، وعن إزاي اتحضر لحمل الرسالة اللي هتنقذ العالم من الظلام. سلام.